حطي كده قطعة فلة في الدولاب هتفرق معاكي كتير وهتحللك مشكلة كانت بتقابلك. النهاردة كده معانا شوية افكار في الفيديو. الاول ازيكم عاملين ايه؟ وتعالي كده نبدأ باول فكرة. لو عندك كده الملاحات دي اللي بتيجي مع القمة اللي بيبقى ليها صدادة كده من ورا، دايما الصدادة دي بتضيع وبنركن الملاحات اللي زي دي وما بنستخدمهاش. تعالي بقى كده النهارده نعمل لها صدادة كده من قطعة فل بسيطة. هتعملي لها كده زي ما انت شايفة، يعني ايه، قطعة تدخل لجوه كده الفتحة بتاعتها، وقطعة تبقى من بره كده عشان خاطر الفلة ما تخشش لجوه وتضيع جوه وتبقي انت كده بوظتيها زيادة. ماشي، يعني لازم تخلي لها كده زي طبقة من بره كده زي غطا صغير زي ما انت شايفاها، زي ما انا عاملاها كده، وما يبقاش ليها رق كبير عشان خاطر يعني ما تبقاش تخينة عشان خاطر تعرف تقف وما تبقاش معوجة وهي واقفة. تمام، انت كده عملت لها غطا بدل الصدادات اللي على طول بتضيع. على طول كلنا راكنين القطعة اللي زي دي، بس انا علشان خاطر هحط ملح، هحط كمون، هتحطي حاجة، حطيت كده كيس غذائي او ورق استريتش علشان خاطر طبعا يجي عليه الملح او حاجة ما يجيش على الفل. يعني مش ضامنين تفاعل الفل مع الحاجات دي، اضمن يعني صحيا. تمام، وكده عملنا اول فكرة. تعالي بقى اقولك، كلنا بردك ما بنعرفش نملاها كويس لان هي مش زي الملاحات اللي بتشيلي الغطا من فوق وبيبقى ليها غطا مقفول وليه خرام وكده. زي ما انت شايفة هي بيبقى ليها خرام، لو قلبتيها الملح بيقع منك وانتي بتحطي الملح، وكمان بتحطي بصعوبة من الخرم الصغير الضيق بتاعها دوت. تعالي كده نعمل ايه، حاجة بسيطة نحط بيها التوابل بتاعتنا والملح بتاعنا من غير ما نعمل اي مشكلة. اي ورقة كده عندك صغيرة واعمليها كده زي قرطاس والزقيه كده وخليه كده عندك على طول، وهنعمله كده زي قمع كده نحط بيه التوابل بتاعتنا. زي ما قلت لك، وانت بتحطي التوابل هتقابلك مشكله ان في خرام كده من الناحيه التانية. المشكله دي حلها بردك بستريتش او بكيس غذائي زي كده. بصي بيقفل الهواء خالص اللي ما بينهم، ودي خليها كده على طول علشان خاطر الخرام دي هتبقى منها للهواء. حتى لو انت خلصتي وحطيتي كله تمام وموقفه كده التوابل بتاعتك عشان بردك تبقى مقفوله ما يبقاش في اي هواء او اي تراب بيخش جوه الملح والتوابل بتاعتي. فبفضل سايبه كده حته الاسترتش دي محافظه على التوابل. تعالي بقى للفكره الاساسيه في الفيديو، هي حطي الفله في الدولاب. فكره منزليه هتفرق معاكي كتير وهتحللك مشكله مهمه جدا، بالذات في الدواليب اللي هي الظرف اللي زي دي بيبقى ليها مسامير طالعه كده مدببه. ربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا يا رب. فبتبقى الصراحه تقلق، وانتوا عارفين لعب الاطفال مع بعض مش مضمون. حد من اولادك بيجيب حاجه من الدولاب، حد يزقه، لا قدر الله تيجي في حد فيهم، فبيبقى يعني ايه تأثيرها صعب جدا وممكن تعورهم تعويرة جامدة جدا. فمنعا للأضرار حطي كده قطعة فل على قدها وحطيها كده في كل المسامير اللي عندك. كلنا طبعا الدواليب اللي بتبقى زي دي بتبقى ليها مسامير مدببة، ومعبال ان انت تبرديها محتاجة ادوات، محتاجة زوجك هو اللي يعملها، والكلام ده ما بيحصلش. فنحل كده المشكلة بقطعة فل نحطها في كل المسامير كده. حتى لو بردتي المسامير دي اللي طالعة مدببة دي هتلاقي بردك لازم ليها قطعة صغيرة كده طالعة علشان خاطر يخش فيها الصامولة. بردك حطي لها قطعة فل صغيرة. ما تضمنيش طالما عندك اطفال يبقى امان ليهم، والافضل ان احنا نعمل الحركة دي في دواليب او حتى في دراج. تبقى بردك في الادراج حد يجيب حاجة من درج باستعجال ولا حاجة تلاقي خربشته جامد. فيعني ايه، اضمن كده. لو كنت استفدتي من الفيديو لو بفكرة صغيرة ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة. خشي شوفي الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي افكار كتير جدا مفيدة وهتعجبك ان شاء الله. واستني الفيديوهات اللي جايه.